اهلا بكم في فيديو جديد وحلقه جديده من قناه حدوته عبقري. رجعنا لكم حلقه جديده من السلسله اللي بنتكلم فيها عن ريال مدريد برشلونه، حكايات الدوري الاسباني اللي محدش واخد باله منها السنه دي. فقبل ما نبدا ما تنسوش في القناه تفعل جرس التنبيهات وتدوس على زر اللايك. هيكون عن ريال مدريد اللي لسه مخلص ماتش امبارح في دوري الابطال ضد نابولي، اللي قدر يكسب فيه 4-2 على بطل الدوري الايطالي. انت بتتكلم ان ريال مدريد بعد ما اتصاب منه 7 8 لعيبه اساسيه، دماغ انشيلوتي خلاص بدأت تشتغل علشان يعمل حاجة كويسة يعوض بيها مشاكل السنة اللي فاتت. هتبص لناحية ان ريال مدريد عرف فعلا انشيلوتي يوظف لعيبته بالطريقة اللي هو نفسه فيها، بالتشكيلة اللي بدأ بيها واللعيبة اللي بدأت تستعيد مستواها غير اللعيبة المتصابة. طبعا نتكلم على لونين اللي راجع يفوق، كارفخال اللي راجع يفير مرة تانية. تبص للدفاع على اللعبة لسه عامل اسيست امبارح، وروديجر كان موقف المهاجمين بتوع نابولي. طبعا مندي الباك الشمال ما تفهمش برضه، بس يلا هو بيلعب في ريال مدريد وخلاص. تيجي نص الملعب خلاص اقتنع ان كروس اللي هو كروس دلوقتي لازم حد يلعب جنبه عشان يسنده، عشان وهو بيوزع اللعب لا قدر الله غلط في حاجه. وبالفعل بقى لاعب جنبه فالفيردي وحطه قدامهم بلينجهام. امبارح برضه راح مزود كثافه هجوميه شويه رودريجو وابراهيم دياز. ابراهيم دياز اللي ما جوهره ما ينفعش يقعد. شفنا اللاعب عمل ايه في الجون بتاع رودريجو امبارح، واللاعب عنده حلول سريع مهاري بيخبط بيعمل اللاعب كويس جدا برضه باللعيبه اللي نزلت من البودلة. فتتكلم ان انشيلوتي بدا يفوق ويرجع لعيبه ريال مدريد لحالتها مره تانية زي ما احنا متعودين. علشان تبص ان تلاقي الحاله بتاعت ريال مدريد خلاص، الناس كلها بتقول لك ال 15 جايه ولا ايه، والدوري الاسباني جاي ولا ايه. ففعلا بكلامنا عن الدوري الاسباني، المنافسين المباشرين لريال مدريد هتبص تلاقي جيرونا واتلتيكو وبرشلونه هم الثلاثه اللي تقدر تتكلم عليهم. جيرونا خلاص نزلت المركز الثاني تحت ريال مدريد، لكن متعادله معاه في النقط، عامله اداء كويس جدا مع المدرب. والمدرب ده اصلا في اسبانيا ليه خبره في اسبانيا، صعد قبل كده مع فريق هوسكا من الدرجه الثانيه، وصعد مع روي فايوكانو تقريبا من الدرجه الثانيه. فمدرب ليه اسم وصيت في اسبانيا على الاقل. بتتكلم عندنا زي في مصر المدربين اللي هي معتقه في الدوري المصري شويه دول. وبرضه المدرب معاه لعيبه كويسه، عامل معاه ديلي بليند ومعاه ايريك جارسيا اللي واخده من برشلونه، ومعاه الباك اليمين بتاعهم ممتاز جدا مش فاكر اسمه. فانت بتتكلم ان هو معاه لعيبه قادر فعلا يبني عليها. معاه ستواني برضه في الهجوم لسه موجود معاهم. فالمدرب فعلا معاه لعيبه تقدر تعتمد عليها كويس، ان هي على الاقل تخليك تعمل اداء كويس في الدوري الاسباني. هتيجي تتكلم برضه عن اتلتيكو مدريد اللي محدش مش عارف ليه بيتكلم عليه السنه دي، عامل اداء كويس. جريزمان بينافس بلينجهام على هداف الدوري وتقريبا اكتر صانع، وخلاص على بعد كام جون يتعدى على صابع الايد الواحده ويبقى الهداف التاريخي لاتلتيكو. ساول اللي عامل موسم جبار السنه دي، اللي هو مولينا بتاع الارجنتين. فكل منظومه اتلتيكو مع سيميوني مع اللعيبه الشابه اللي عاملين يصعدوها بالفعل عاملين اداء كويس جدا مع اتلتيكو مدريد، مخلينهم يقدروا يعدوا برشلونه في الدوري الاسباني. هم مركز ثالث دلوقتي وعلى بعد نقطتين ولا ثلاثه من المركز الاول والثاني، وهم اللي الفرقه الوحيده اللي كانت عارفه تفوز على ريال مدريد السنه دي. فتبص فعلا تلاقي ان التشكيله اللي هم عاملينها مع سيميوني قادره توقف الفرقه على حيلها صح. برضه ما تغفلش دور ريال سوسيداد مع المدرب بتاعهم اللي عاملين اداء كويس، سواء من نجمينهم ويرازابال ولا كوبو ولا اللعيبه دي كلها زوباميندي. تتكلم ان معاهم فرقه تقيله برضه السنه دي، صعدوا من دوري الابطال. وبالمناسبه هم الاربع فرق الاسبانيه صعدوا من دوري الابطال، ريال برشلونه واتلتيكو وريال سوسيداد، هم الاربعه قدروا يصعدوا من دوري الابطال السنه دي. فبرضه ريال سوسيداد خصم ما تقدرش تستهين بيه خالص. بالفعل هي الفرق اللي تقدر تقول عليها فعلا هي اللي مشكله خطر على ريال مدريد السنه دي، او مشكله خطر على الدوري الاسباني عامه. زي ما حكينا ظروف ريال مدريد، زي ما حكينا ظروف جيرونا، زي ما حكينا ظروف اتلتيكو وريال سوسيداد، اللي زي ما قلنا الناس تركز عليه لان ما يستهانش بيه ابدا السنه دي. هنيجي بقى نتكلم على برشلونه والمشاكل اللي اتشاف عليها، اللي اتكلم عليها في اخر مؤتمر صحفي بعد ما لعبوا ضد بورتو، لدرجه ان هو قال تصريح غريب ان في مشاكل يستحيل على برشلونه حلها وحاجات من دي. تشافي اللي عنده مشكله احيانا في توظيف اللاعبين، غيابات اللاعبين، ان هو ما بيقدرش الدفاع عنده تحس ان هو ما بقاش كامل، كون ان هو ما بيقدرش يلاعب اراوخو ولا كانسيلو جنب بعض، فبيضطر يحط كانسيلو جناح فبينضربوا بهجمات زي ما حصل في الكلاسيكو. فبتتكلم برضو ان فعلا عندهم مشاكل. ليفاندوسكي ما بقاش ليفاندوسكي اللي الناس عارفاه، وده برضو الى حد ما بسبب طريقه لعب تشافي، ان هو عايز ليفاندوسكي ينزل يبدا لعب من تحت زي اللي بنزيما كان بيعمله، زي اللي هاري كين بيعمله والمهاجمين دي. لكن كلنا عارفين ان ليفاندوسكي مهاجم جوه الصندوق وهو جاي عشان كده، لكن جه اتفاجئ بطريقه لعب مختلفه وتيكي تاكا واستحواذ وحاجات من دي. فبتتكلم برضو ان خلاص برشلونه المشاكل اللي هو فيها ما تفهمش هل هتقدر تخليه يكمل لمسابقه الدوري. لكن من اللي انا شايفه من فرجتي على ماتشاتهم في الدوري ودوري الابطال، اتشافي مركز على دوري الابطال، مع ان هم مش مضمون بنسبه 10% لبرشلونه، فبالتالي خيشوا شويه في الدوري. ريال سوسيداد بتحاول تمسك خط كويس في الدوري، بتحاول تمسك خط كويس دوري الابطال، على الاقل يتقال عليهم عملوا انجاز، زي مثلا الانجاز اللي فيها كانت عاملاه ضد بايرن ميونخ من سنه ولا اتنين. فيبقى كده وصلوا توب فور في الدوري الاسباني، قدروا يوصلوا ربع نهائي ولا حاجه على قد ما يقدروا في دوري الابطال، فعملوا حاجه.
نفس الكلام على اتلتيكو مدريد، ماشيه بخطى ثابته في الدوري ما تحسش بيها لكن ماشيه بخطى ثابته وتخوف في الدوري. وكلنا عارفين ان اتلتيكو في دوري الابطال مش الخصم السهل، بيوصل لمراحل متقدمه. جيرونا برضو لان ما وراهوش غير الدوري، واللعيبه بتاعته ما بتروحش توقفات دوليه ياما، فماسك خط كويس في الدوري برضو، كلنا شايفين ان في اوقات كتيره تصدر. ريال مدريد هو بسبب التنوع اللي عنده، بسبب يعني حنكه انشيلوتي شويه وسط المدربين اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي، هو اكترهم خبره طبعا، هو المدرب الوحيد اللي عارف ياخد خطه ثابته في الاثنين. صعد من دوري الابطال لعب الخمس ماتشات كسبهم كلهم، صعد من يعني مركز اول في الدوري ما خسرش غير ماتش واحد، وبرضه تعثراته قليله. ولسه لما اللعيبه الاساسيه ترجع، فده اللي يقول لك عليه ان هو الوحيد اللي تقدر تتكلم عنه ان هو ماسك خطه ثابته. فانا كتوقعي ان ممكن الدوري الاسباني يصفصف على الخمسه دولت، ريال واتلتيكو وممكن برشلونه يجي تاني. فدوري الابطال على اللي انا شايفه ريال مدريد يعني ما اتكلموش زي ما بيقولوا غير لما يوصل نص نهائي. فده كلامي عنهم الاربع خمس فرق. فانت برضو من وجهه نظرك هل شايف ان ريال مدريد لما اللعيبه الاساسيه ترجع لها والدبس او العمق في السكواد في التشكيله بتاعتهم هيقدروا فعلا زي ما انا قلت يعني الدوري يكون بتاعهم ويرجعوه تاني ويكونوا وصلوا لمرحله متقدمه من دوري الابطال على الاقل فيما بعد نص النهائي، او زي ما بيقولوا بقى ال 15 ياخدوها؟ فهل ريال مدريد تجدد الثقه في انشيلوتي زي ما الاخبار طلعت اخر فتره ان انشيلوتي خلاص ولا مضى على عروض ولا جاله اي حاجه، ولا ان هم برضه يجيبوا بقى تشابي الونسو والناس اللي اتكلموا عليها دي زيربي بقى هانز فليك؟ فانت شايف برضه هل يغيروا دم في المدربين؟ وهل برشلونه لو تشافي خايش معاهم في دوري ودوري ابطال برضه السنه دي، شايف يعني ايه الاجراءات اللي تقدر برشلونه تاخدها؟ هل بقى تعالج بتجيب لعيبه ولا اللي هي التطعيمات اللي عماله تعملها؟ هل يبصوا المدرب تاني؟ هل يكملوا مع تشافي يكمل الرحله اللي هو بيعملها مثلا زي ارسنال ما عملت مع ارتيتا؟ شايف برضه ان اتلتيكو مدريد كده كده عارفين ان مش هيغيروا سيميوني غير لو سيميوني هيجرى له حاجه. فجيرونا برضه هل شايف ان هم لو وصلوا دوري الابطال هيطعنوا بالتشكيله، وخصوصا ان هم يعني نادي معاه فلوس، هم من مجموعه سيتي جروب اللي تبع مانشستر سيتي بقى والانديه دي كلها. وفي نفس الوقت شايف ان ريال سوسيداد فعلا هل تقدر تقول عليه المشروع اللي تحسه كمشروع غير ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو هو المشروع الكامل حاليا، بوسط ان هم مع المدرب بقى لهم 3 4 سنين وفعلا عاملين اداء كويس بلعيبه كويسه، بيعرفوا يجيبوا لعيبه، معاهم لعيبه اصلا بتفضل اللعيبه ما تفكرش انها تمشي. فبرضه اكتب لنا في الكومنتات الاربع انديه بتوع اسبانيا اللي صعدوا من دور المجموعات هيقدروا يوصلوا فين. يعني هل تتوقع ان مثلا الدور الجاي دوت ريال سوسيداد تقدر تعديه؟ انا ممكن اقول ان اتلتيكو تعديه، ممكن اقول ان برشلونه لو ما وقعتش مع خصم تقيل واتخضت زي كل سنه ممكن تعديه، اقدر اقول ان اكيد ريال مدريد هتعديه الا بقى لو وقعت مع خصم بقى اللي هو مع الماتش رايح جاي. فاكتب لنا برضو في الكومنتات هل انت شايف فعلا الاربع انديه دولت هيعدوا الدور الجاي؟ وده هيعتبر تفوق لاسبانيا عامه كمنتخب او كدوري او كاتحاد، ان لو الاربع فرق زي ما عدوا دور المجموعات يعدوا الدور اللي على اللي جاي دوت دور 16. فاكتب لنا في الكومنتات برضه توقعاتك للدوري الاسباني، توقعاتك للاربع فرق دوت بتاع دوري الابطال، توقعاتك للفرق اللي هو زي ما قلنا لو جيرونا صعد دوري الابطال هل هتطعم والحاجات دي كلها. وقبل ما ننهي ما تشوف القناه وتفعل جرس التنبيهات وتوصل على وقتك في الكومنتات عايزنا نتكلم عن ايه الحلقه الجايه.